مساء الخير او صباح الخير على حبايبي المتابعين الجمال القمر، على حسب ما انتوا بتشوفوا الفيديو دوت. طبعا ما تنسوش اللايك الجميل بتاعكم والاشتراك في القناة لو اول مرة تشوفوا القناة بتاعتي والفيديوهات، عشان يوصل لكم كل جديد انا بنزله لكم. طبعا ما تنسوش تفعلوا الجرس. نخش بقى كده هوت على يوميات حمدي ووفاء في تركيا. كانوا منزلين ما شاء الله عليهم. هم دلوقتي ممكن بينزلوا في اليوم بالاتنين فيديو، بالفيديوهين على قناة يوميات حمدي ووفاء، وعلى قناة مامة وفاء بس غيروا اسمها بقى حمدي ووفاء في البيت. شكلها قالت تغير يعني اسم القناة عشان خاطر تجيب تفاعل اكتر ومشتركين اكتر للقناة بتاعت والدتها. آه، طبعا هم عمالين يسجلوا في فيديوهات كتيرة، اكيد طبعا قبل المدارس عشان الدراسة قربت تبتدي عندهم، وطبعا والدروس وكده، فقالوا يعملوا فيديوهات كتيرة. فهم ما شاء الله عمالين ينزلوا فيديوهات ويشاركونا كل يوم فيديو، فيديوهين، وفيديو الصبح وفيديو اخر النهار. ما شاء الله والله، يعني احنا فرحانين بالفيديوهات ديت، احنا حابين اللي احنا فعلا نشوفوا يومهم الجميل دوت كده وهم بيعملوا ايه في تركيا. كانت يا عيني ندى نازلين يجيبوا لها هدوم زي ما انتوا شايفين كده، ما في الاخر ما جابوش هدوم وراحوا اكلوا في المطعم. ايه يا عيني ندى عشان هي محجبة، بس عشان لسه صغنطوطة بقى كده بنوتة حلوة ما شاء الله، ملتزمة بالحجاب بتاعها. فمش لاقيه لبس بقى محجبات يعني ايه يناسب مع سنها. هي وفاء بتقول هي بتلاقي لا لبسها بسهوله يعني في تركيا وكده. اما الندى يا عيني هي اللي بتتعذب شويه، ما بتلاقيش الستايل بتاع لبسها او الستايل اللي هي حابه تلبسه يعني. فقعدوا يلفوا بقى زي ما انتوا شايفين كده اهوت. حمدي بيقولك بنلفوا كتير كتير قوي عقبال ما بنلاقوا حاجه نجيبوها لها. وهنا دوت يونس القمر كان عايز لبس سبايدر مان. بس لا لا لا، اتخنق منه وحش. اول يوم خرجوا، ده الملخص بتاع الفيديوهات يعني. ده اول يوم هم كانوا دوت تعتبر فيديو، 3 فيديوهات هم منزلينهم، انا عاملاهم لكم في فيديو واحد، ملخص التلاتة. اول يوم نزلوا ما عرفوش يجيبوا حاجه، نزلوا متاخر عشان كانت طبعا الدنيا بتمطر عندهم. عقبال ما نزلوا كده لقوا المحلات عندهم قفلت، وراحوا جايين راحوا بتقول الوفاء اتغدوا بره ورجعوا تاني. جم بقى تاني يوم نزلوا بدري زي ما انتوا شايفين كده اللي هم بارك. قعدوا بقى ينقوا كام طقم كده الندى جميل. ذوق حمدي الصراحة جميل يعني، السود دوت حلو مش وحش. والشميز والبلوزة والبنطلون. يعني هي حتى وفاء بتقول انا بحب ذوق حمدي، ذوق حمدي حلو في الهدوم. وندى برضو نفس الحكاية، بتحب ذوق بابوها. يعني هو حمدي الصراحة بيختار لهم حلو. حتى لما كانوا نزلوا هنا هوت مصر، كان هو اللي مختار لوفاء والسحر مرات محمود. كان عامل تحدي كده هوت، وهو اللي كان مختار لهم حبة لبس كانوا في منتهى الجمال بصراحة. وما شاء الله يعني احنا هنا ندى بتساعد مامتها، كانت بتعمل لهم العزيزية. ما شاء الله عليها ندى شطورة في المطبخ. حتى هي وفاء بتقول لا بتساعدني وبتعمل اكلات حلوة. دي كانت هي وفاء عملت لهم الغدا، وندى كانت بتعمل لهم حاجة حلوة بقى، بتعمل لهم اللي هي العزيزية. حتى بابا بيقول لها تسلم ايديك يا ندى. جميلة هي بتساعد وفاء، حلوة شطورة. وبنحبه طبعا يوم نشوفه يومهم وهم في البسين، وهو بيعمل لها نزلت جابت بازلت، بتقول عشان تحطه في الفرن، عشان الطبقة الأولانية ديت بتحرق العيش، فقالت تجيب طبقة تانية. بصراحة احنا بنحب اليوم بتاعهم خالص، وهم بيعملوه في الجنينة، بيخبزوا، بيعملوا البسين، بينزلوا البسين. ما بتخبز، بتعمل عيش، بتعمل أكل، بتشاركنا يومها كده هوت. وفاء كانت عاملة لهم سمك وجمبري ما شاء الله، اللهم بارك. حلو كده هوت. احنا مش عارفين بصراحة اما يعزلوا الشقة الجديدة هيحرمونا. دي طبعا العاملة اللي عندهم طبعا بتساعد وفاء. مش عارفين اما يروحوا الشقة الجديدة الصراحة يعني. فيديوهاتهم الجميلة بتاعت الفيلا ديت، واليوم اللي هما بيعيشوه كده هوت في البسين وفي الجنينة والخبز دوت، هنفتقدوه بصراحة. هما المفروض يعملوا لنا كده من الوقت للتاني، يروحوا الفيلا ويعملوا لنا حبة فيديوهات كده ويصوروها. بصوا ما شاء الله منظر السماء والسحاب عندهم رائع رائع ما شاء الله ما شاء الله.
ربنا يبارك يا رب. فهنفتقد بقى كده، احنا مش عارفين لسه، هم بيقولوا بيجهزوا في الشقة بتاعتهم الجديدة، فمش عارفين لسه هينقلوا فيها امتى. دي طبعا كانت مشتريات، لان بيقولوا هم طالعين زي اكوا بارك كده، رحلة صغيرة وعاملينها مفاجأة للأولاد، فدي كانت مشتريات بقى الرحلة. قالوا يشتروا حاجات قبل ما ياخدوها معاهم في الرحلة، ووفاء هتعمل لهم مخبوزات في البيت وياخدوها معاهم وسندوتشات وكده. طبعا احنا اكيد مستنيين الفيديو بتاعهم، ممكن ينزل على بكرة عشان خاطر على القناة بقى بتاعتهم، ونشوفوا بقى يومهم في الرحلة هيكون عامل ازاي. طبعا حبايبي ما تنسوش الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس عشان يوصلكوا كل فيديو، واشوفكم في فيديو جديد. سلام.